في شق نصفين من سورة الكهف، يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام. الحكاية النهاردة تفاصيلها مرعبة، فيها جن وشياطين ونمردة، وفيها ناس بتاكل كلاب وقطط متحللة، ومش بس كده، ده كمان بياكلوا لحم بني آدمين. ضيف حلقتنا النهاردة ساحر كان بيتغذى على لحم الأطفال، وسجد للشيطان وعمل حاجات ما تخطرش على بالك نهائي. فتخيل معايا كده بعد كل اللي عمله ده لو قرر يرجع لربنا ويتوب، هيكون ايه عقابه وايه اللي هيحصل له؟ هل الجن والشياطين اللي كان بيتعامل معاهم هينتقموا منه ولا هيسيبوه؟ وايه اللي حصل لعيلته واحد ورا التاني قدام عينه وهو معرفش يعمل لهم حاجة؟ قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة خليني أفكرك بجملة قلتها قبل كده، وهي إن السحر موجود، وإن في ناس اتأذت بسبب السحر، سواء اللي بيتحضر لهم السحر أو اللي بتحضره. وركز في الجملة دي وبعد شوية هتعرف أنا قلت لك كده ليه. زي ما بتورث عن أبوك ماله وبيته، ممكن كمان تورث عنه السحر إذا كان الأب ساحر. ده الكلام اللي قاله الساحر التائب داوود محمد فرحان لما عملوا معاه لقاء بعد توبته. قال داوود إن حكايته بدأت مع الجن وهو عنده 6 شهور. في الوقت ده كان والده مشهور جدا لأنه كان ساحر كبير وله كرامات، والناس بتجيله من كل حتة في اليمن. بيقول أنا في الوقت ده ما كنتش عارف والدي شغال ايه، بس كنت بشوف ناس طالعة وناس داخلة وناس بتطلب خدمات ليها علاقة بالحياة والعيشة والفلوس. لكن أغرب حاجة كان بيشوفها داوود من أبوه هي أكله، لأن الأب كان ليه أكل مخصوص. كان أكله عبارة عن لحمة ريحتها وحشة جدا، محدش يعرف اللحمة دي بتيجي منين أو مصدرها إيه أو بتدخل البيت إزاي أصلا. مع الوقت بدأ الأب يكبر، وهنا الشياطين عرفوا إنه بعد ما يموت هيخسروا واحد من شياطين الإنس على الأرض، وقالوا للأب ابنك لازم يكون الخليفة بتاعك ويكمل اللي انت بدأته معانا. وقبل ما الأب يفكر في الكلام ويرد بإنه هيوافق ولا هيرفض، الجن والشياطين بدأوا يتشكلوا لابنه اللي كان لسه عنده كام شهر، ويخضوه ويجيبوا له نوبات صرع وأمراض تانية كتير كوسيلة ضغط عشان الأب يوافق. وفضلوا ضاغطين عليه لحد ما حطوا الأب في موقف ما قداموش غير حل واحد، إنه يوافق. وبالفعل وافق الأب ووهب ابنه داوود للشيطان. داوود كان الابن الأصغر لوالده، ولما مات الأب اضطر داوود اللي كان عمره 14 سنة وقتها إنه يكمل الطريق اللي والده ابتداه ويكون بديل ليه غصب عنه. لأن عايز أعرفك من قوانين العالم ده إن الساحر لما يموت لازم حد من عيلته يكمل مكانه ويورث الشر عنه، وده اللي حصل بالظبط مع داوود. الغريب هنا ان بعد كام يوم بس من وفاة والده، داوود بقى يحب العزلة ويخرج لوحده بره البلد بتاعتهم ويقعد مع نفسه في الخلا. بدأت تظهر عليه أطباع ما كانتش عنده، ومن هنا ابتدى الموضوع. لأن الجن كانوا بيظهروا لداوود في الوقت ده في صورة بني آدمين عاديين، والملفت برضو إن الجن كانوا بيظهروا لداوود في صورة بنات حلوة عشان يغروه ويقربوا ليه أكتر. بيقول داوود إنه في مرة وهو ماشي شاف دابة واقفة عند شجرة جنب بيت. الغريب واللي شد انتباهه إن البيت ده مهجور ومحدش قاعد فيه، فالمهم قال يمكن الدابة دي تايهة من حد، أنا هاخدها أروح بيها وبعد كده أبقى أسيبها. وبالفعل أخد الدابة دي وفضل ماشي بيها لحد ما وصل عند منحدر، ومن هنا وقفت وما بقتش عايزة تمشي. فضل يزق فيها ويحاول معاها إنها تتحرك من مكانها، برضه واقفة ومش عايزة تمشي. شوية وقام ضربها مرة، في التانية، وفي المرة التالتة لقاها لفت رقبتها عنده بصوت إنساوي بتقول له هو أنت فاكرني دابة ولا إيه؟ بيقول أنا من الصدمة ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه ومعرفتش آخد أي رد فعل، وفجأة تختفي من قدامي ومن الصدمة يغمى عليا. بيقول داوود إنه من هنا عرفت إن الستات اللي كانوا بيظهروا لي مش ستات طبيعيين، لا دول جن. واللي أكد له كده برضه إنه كان في بنت هو معجب بيها جدا، وفي يوم شافها واقفة عند مغارة وبتنادي عليه. الغريب هنا إن البنت دي خجولة جدا وبتتكسف من أي حاجة، هتنادي عليا إزاي؟ فالمهم راح لها عند المغارة وقالت له بص أنا هعمل لك كل اللي أنت عاوزه، بس خد كل حتة اللحمة دي. بيقول أنا استغربت لأنها جايبالي لحمة ريحتها وحشة جدا وشكلها غريب، ده لحم حيوانات ميتة، فرفضت بشدة، لكن هي كانت مصرة إن أكلها لدرجة إننا اتخانقنا مع بعض وضربتها كمان. بيقول أول ما ضربتها ملامحها اتغيرت بالكامل وشكلها بقى مخيف، وبقت عندها قوة غريبة لدرجة إنها زقتني جوه المغارة وقعت واغمى عليا. وبيقول أول لما فقت لقيت نفسي لوحدي وجسمي سليم على الرغم من إنه كنت بتألم. ومن هنا بدأت الستات اللي هو بيشوفها أول لما تشوفه تضربه وهو يضربها ويغمى عليه باستمرار. لما كان بيفوق الناس كانت بتقول له
هو انت اتجننت يا داوود؟ انت بتضرب الهوا. ومحدش كان مصدق اللي هو بيقوله، لان الستات دي محدش كان بيشوفها غيره. المهم الجن لما كانوا بيقابلوه كانوا بيعرضوا عليه ان هو ياخد مكانة اعلى من ابوه، وقالوا له انه هيبقى لك كلمة وجاه بين الناس ومرتبة عالية بين السحرة والشياطين. انت هيبقى لك مرتبة اعلى من ابوك يا داوود. طبعا داوود عجبته الفكرة ووافق انه ياخد المكانة العالية بين السحرة والشياطين، ومشي الخطوة الاولى في الطريق اللي مفهوش رجوع، وكان لازم يقدم فروض الطاعة وينفذ المطلوب منه مهما كانت درجة صعوبته. وكانت اول الطقوس دي هي الخلوة. معنى الخلوة إن الولد يقعد لوحده لمدة 40 يوم بعيدا عن الناس، وياخد معاه مصحفين وشوية كمان وهتعرفوا السبب. في الفترة دي لازم يقول جمل وآيات كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، ويقعد على نجاسة وما يقربش ناحية المية الطاهرة، وإنه يقسم المصحف الأول نصين من عند سورة الكهف، ويلبس نص في رجله اليمين والنص التاني في رجله الشمال بدل الحذاء. كمان من الطقوس دي واللي لازم ينفذها هي علاقته بالجنيات اللي كانوا بيقولوا في سورة أجمل بنات الكون، ووقتها المطلوب منه إنه يفرش أوراق المصحف التاني على الأرض ورقة ورقة، ويعمل علاقة مع الجنيات فوق آيات القرآن. في المرحلة دي كان داوود لسه ما اشتغلش في السحر، لكن كان بينفذ اللي بيطلب منه بالحرف الواحد. بيحكي وبيقول داوود انه في مره وهو راجع من رحله ال40 يوم اللي كانت في مغاره في الجبل، مسكته امه وكان معاها كام راجل، وربطته بالسلاسل الحديد وحبسته. وقتها امه طلبت منه انه ما يكملش، وكفايه اللي عمله ابوه والرعب اللي كان معيشهم فيه، واخدته الشيخ عشان يفك سحره ويبعد عنه الجن. كانت فاكره ان ده حل، لكن داوود وقتها ضرب الشيخ بدماغه، وطبعا هو عمل كده غصب عنه، يعني كان الجن هو اللي مسيطر عليه. فصرخ الشيخ وقال له امه خديه وامشي بيه من هنا، ده بقى اقوى من ابوه ومني، طلعوه بره، ده معاه كرامات ابوه. المشكله هنا ان داوود راح للشيخ وهو معاه 8 من الجن، دول ملازمينه ومش بيفرقوه. فالام فكرت في حل، قالت ان هي هتربطه بالسلاسل الحديد وهتحبسه. كانت فاكره ان بالطريقه دي هتحميه من الجن. داوود وهو محبوس ومربوط بالسلاسل الحديد كانوا الجن بيجولوا ويفكوه ويهربوه بالليل من غير ما امه تعرف. كانوا الجن بيجولوا ويجيبوا له الاكل لحد عنده، وهو نفس الاكل بتاع والده. كانت لحمه ريحتها وحشه جدا وشكلها غريب. في البدايه كان بياكل وهو مش طايق، لكن مع الوقت بدأ يحب أكل الحيوانات الميتة زي الكلاب والقطط. ده الموضوع وصل معاه لدرجة إنه كان بيتخانق مع الكلاب والقطط في الشارع وياكل مكانهم. ومش بس كده، ده بدأت تجيله رغبة إنه عايز ياكل أطفال، عايز ياكل. أنت متخيل؟ قال داوود في لقائه بالحرف: لو تحصرنا على طفل ما كان لينجو أبدا، مصيره هو نفس مصير الحيوانات الميتة اللي كنت باكلها. بس عايز اقولك ان داوود كان بيقاوم الرغبة دي بشدة وما كانش عايز يعمل كده، لكن اتضح ليه في الاخر ان والده كان بيعمل كده وباستمرار كمان. وفضل على الحال ده لمدة 3 سنين وهو مربوط بالسلاسل الحديد ومحبوس، لأن والدته كانت خايفة عليه إن هو يمشي في نفس طريق والده. بيكمل وبيقول إن الشياطين هربوه لمدينة تانية اسمها مدينة زبيد، ودي كانت نقلة كبيرة في حياته كساحر. قعد داوود في مسجد في مدينة زبيد لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث صاحب المسجد اداله فلوس وقال له يروح مدينة يفرس عشان يزور ضريح بن علوان، وهناك هيستلم كرامة أبوه. وصل داوود لضريح بن علوان في مدينة يفرس، وقعد هناك 15 يوم وهو يصلي ويصوم ويقرأ حاجة كده شبه القرآن. طبعا انت دلوقتي في سؤال جه في بالك: ازاي بيصلي ويصوم؟ والحقيقة انه كان بيصلي ويصوم ويقرأ كمان، بس مش لربنا، للجن. لحد ما جاله جن وقال له: بوركت يا داوود، انت خدت كرامة ابوك، ارجع يا داوود المكان اللي كان عايش فيه ابوك، وهناك هتلاقي حاجات تخصه زي سبحة عليها طلاسم وخاتم من العقيق النادر و3 كتب: كتاب الجبر، كتاب المندل، كتاب شمس المعارف الكبرى. الكتب دي بتاعة والدك، اقرا فيهم باستمرار وتعلم الطقوس اللي موجودة جواهم، وخلي الكتب دي معاك دايما، وهتوصل لمكانة اعلى من بتاعة ابوك يا داوود، وهيكون ليك كرامات كتير والناس هتحبك وهيكون معاك فلوس. بيقول داوود ان بعد ما سمعت الكلام ده منه طمعت جدا، على عكس الاول كنت واخد الموضوع تسلية، لكن لما سمعت كده منه اخدت الموضوع بجدية شوية. مشي داوود من عنده ووصل البيت، واول لما رجع سأل والدته عن الحاجات دي، لكن رفضت تقول له على مكانهم، لكنه راح وخرجهم من المكان اللي كانت مخبياهم فيه، لأن الجن كان قايل له على مكانهم وقتها. ولما ابتدى يقرا في الكتب دي بدأت تحصل حاجات غريبة حواليه. بيقول لما كنت أقرا في الكتب دي كانت بتظهر طيور وحيوانات معايا في المكان. فضلت أتعلم وأدرس الكتب دي لحد ما وصلت لمرحلة اسمها حضور الروحان الكبير، وفي المرحلة دي كنت بحضر شيخ قبيلة الجن.
حتى توصلت الى مرحله حضور الروحاني الكبير الذي يقولون عليه، متلبس بتلبيسه يعني هيبه جدا، يعني ابيض وعليه شعر الابيض والثياب البيضاء. ثم طلب مني يعني ماذا طلب مني؟ اللي كان الاب بيشتغل ويتعامل معاه، واللي اشترط على داوود مجموعه جديده من الشروط. المرحله دي كانت شروطها صعبه، اولها انه يخرج لمغاره في الجبل ويبعد عن الناس لمده 40 يوم كاملين، وانه ممنوع عليه اي مكان فيه ذكر او اذان، وما يدخلش القران بيته او حتى يسمعه، ولو سمع الاذان لازم يسبه. لا ادخل في مجالس الذكر، لا اجلس مع الناس الصالحين، لا اقرا القران يعني. أما مقابلة المرضى والنماردة فهي حصلت عند بئر برهوت. وقتها راح داوود عند البير، وكانت التعليمات إنه يمسك نفسه مهما حصل، لأنه هيقابل كتير من الوحوش، وبعدها هيقابل تعابين وعقارب، وبعد كده الجبل هينفجر ببراكين من الدم، هيخرج منها دخان أسود، ومنها هيظهر ملك النماردة. داوود بيقول إنه في الحتة دي كنت ميت من الرعب، ومن الخوف والرعب افتكرت آية الكرسي وقريتها. فجأة لقيت نفسي بره المنطقة خالص. رجع داوود البيت، وأمه طلبت منه تاني انه يسيب السحر ويبعد عن الطريق ده ويرجع لربنا ويتوب، وفعلا وعدها وفضل محافظ على وعده لأمه لحد سنة 1982. في الوقت ده راح السعودية عشان يدور على شغل، بيدور على شغل وهو في نيته خلاص ساب السحر، وفعلا اشتغل في محل البيع الملابس في جدة. صاحب المحل اللي اشتغل عنده كانت مراته على طول مريضة وما بتخلفش، ودي كانت النقطة أو الباب اللي رجع منها الجن لحياة داوود من تاني. الجن أقنع داوود إنه ياخد لصاحب المحل شوية أعشاب ويديها لمراته عشان تبقى كويسة وتخلف، وفعلا الست خفت وبعدها بشوية حملت. وهنا كان الحظ ضد داوود، لأن الست دي حكت لكل جيرانها والستات اللي تعرفهم عن داوود واللي عملوا معاها، وبسببها سيرته سمعت واشتهر بإنه شيخ كبير، فبدأت الناس تجيله للعلاج وحل المشاكل، ورجع داوود للسحر من تاني. ومن هنا بقى الجن قال له ان احنا مش هنشتغل معاك ولا هنساعدك غير لما تكمل الطقوس والشروط بتاعتنا، لانهم عرفوا ان هو رجع لهم ومش هيستغنى عنهم تاني، فكانوا لازم يتشرطوا عليه. طلبوا منه راس غنم بمواصفات معينة، من ضمن المواصفات دي انه يكون لونها اسود عشان يقدمها للجن. اني اكثر ما تحب الشياطين اللون الاسود، اللون الاسود هي اكثر ما تحب الشياطين. له مثلا راس من الغنم اسود على شعر. وقالوا له هتروح مدينة يفرس عشان تقابل ملك النماردة والشياطين. داوود اشترى المطلوب، ولما قدمه للجن قعد يقرا كلام وطلاسم وجمل داوود مش فاهم منها اي حاجة، وبعد ما خلص قال له خلاص يا داوود ارجع انت للجامع وصلي. دخل داوود المكان ولقى شخص قاعد على كرسي كان شكله وقار ويدل على انه طيب. الغريب هنا واللي صدم داوود ان الراجل ده طالع منه صوت زي الطور، ولما كان بيتكلم كانت الدنيا بتتهز. كان الشخص ده هو ملك النماردة، ولكن كان متجسد في صورة راجل طيب. سجد داوود على الرجل اليمين لملك النماردة، فداس ملك النماردة على داوود برجله الشمال، وفي الركعة الثانية سجد براسه على الرجل الشمال، فداس ملك النماردة عليه برجله اليمين. وبعد سجوده لملك النماردة اتكافئ وبقى عنده خدام كتير من الجن، وقال له انت مسموح لك تقرأ آيات معينة بس من القرآن، وده في حالة انك مضطر تعمل كده عشان تقنع الناس بانك طيب، وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط. بعد المقابلة دي بقى من أكبر السحرة، واشتهر بإنه راجل تقي بيصلي ويصوم ويفك الأعمال ويحل مشاكل الناس. الناس شايفة إنه هو راجل تقي بيصلي ويصوم، لكن الحقيقة غير كده خالص. ده لما كان بيدخل الحمام بحجة إنه هيتوضى كان بيدخل يمارس الطقوس الشيطانية بتاعتهم، ولما كان بيصلي قدامهم كان بيصلي للجن اللي هو شايفه ومحدش شايفه غيره. لما اتسأل داوود في لقاء ليه إيه حكاية إنه مبروك زي ما الناس فاكرة، وهل الجن بيقدر يشفي حد من مرض عنده، قال داوود لا طبعا، وعشان الجن يقدم لك خدمة لازم في مقابل الخدمة دي انه هيأذيك في حاجة اكبر منها، وده عشان الجن مش بيساعد حد. انا ذات نفسي لو اتأخرت عليهم في حاجة كانوا بيؤذوني انا شخصيا. وبيكمل داوود في لقاء وبيقول ان كل الجلسات اللي بتحصل دي هي عبارة عن تحضير للجن مش اكتر، وقبل ما يدخل عليا المريض او الشخص اللي معاه المشكلة بكون حضرت القرين بتاعه وعرفت كل حاجة عنه، زي اسمه، عنوانه، المشكلة او السبب اللي جاي ليه، وكل ده بيحصل بسبب القرين. الشياطين الذي عندي تأخذ المعلومات من المريض، من قرين المريض، الشيطان قرين، لو كل إنسان ولا قرين من الشياطين.
فاول بقى ما المريض يدخل الشيخ يعمل الشويتين بتوعه ويبهر الشخص اللي عنده ويقول له اسمه وعنوانه وايه المشكله اللي جايه عشانها. المهم الشيخ بيعمل الشو يعني، وعشان يقنع الشخص اكتر فبيدخل الحمام بحجه انه هيتوضى ويصلي ويقرا الايات اللي مسموح له ان هو يقراها. ده غير انه بيستدعي الجن والشياطين عشان يساعدوه في حل المشكله، وكانوا بيقولوا المكان على هيئه حيوان، فار مثلا او قطه. وبيقول داوود ان عشان اقنع المريض اكتر ويثق فيا كنت بعد ما بخلص صلاه قدامه كان في جن بيحصني، يعني بيعمل عليا زي درع كده بحيث ان مفيش حاجه تاثر فيا، فكنت بطلع الخنجر بتاعي واطعم بطني وما كنتش ببقى حاسس باي الم وكاني متبنج. وده كله بيحصل عشان الموجودين يحسوا ان ده فعلا شخص مش طبيعي. وبيقول داوود ان الجن كان ذكي جدا معايا لدرجه ان الفلوس اللي كانت بتجيني من ورا السحر ما كانتش بتقعد وكنت بصرفها، وكنت بشتري بالفلوس دي حاجات مش مهمة وملهاش أي لازمة أصلا. وهنا الجن كان بيعمل معايا كده عشان ما بطلش شغل وأفضل دايما محتاج لهم. فضل داوود على الحال ده 25 سنة، 25 سنة وهو في كفر ومعصية وشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب يا ترى إيه اللي خلاه يرجع عن الطريق ده بعد المدة دي كلها؟ توبة داوود بدأت لما واحد صاحبه كلمه واشتكاله بإنه حد قريبه عنده مس وعايز داوود يطلع الجن اللي عليه، وقال له إن الحد ده مش هيقدر يجي لك مكانك يا داوود، انت اللي روح له البيت. واثناء ما هو شغال حس بتعب وارهاق فطلب من الناس اللي هو عندهم ان هو ينام شويه وبعدها يقوم يكمل. بس كل اللي حواليه وقتها استغربوا من طلبه ده لان اول مره يطلبه، يعني مش عوايده ينام عند حد. فالمهم وهو نايم شاف حلم غريب جدا، شاف انه مات وحس بكل حاجه بتحصل للميت من تغسيل وتكفين ودفن كمان، وكأن المشهد مش حلم اصلا. حس انه متشال من الناس وبعدها اتدفن جوه القبر، كل ده وهو واعي وبيحاول يستنجد بحد لكن صوته مش مسموع. بيقول ان ما كنتش شايف غير سواد وفجأة سمعت صوت رعد، ومن بعيد شايف ناس بتقرب عليا لابسين ابيض وبيسألوني مين ربك. معرفتش اجاوب مع اني حاولت ولكن حسيت ان لساني مربوط. وبعد كده قالوا لي ايه مش هتتوضى وتصلي؟ وكانوا جايبين لي حله كبيره فيها ميه بتغلي وقالوا لي اتوضى منها وصلي. خاف وحاول يهرب منهم، انشقت الارض عن ايد من حديد ومسكته لحد ما حس انه عظمه اتكسر ورفعته لفوق عشان ترميه جوه الحله اللي بتغلي. فصرخ داوود لحد ما حس ان صوته راح، وهنا صحي من النوم. وبعد ما صحي من النوم من التعب والخوف اللي شافه من الحلم نام تاني من غير ما يحس، بس المرة دي شاف نفسه في مكان عالي وابوه في مكان اوطى منه بيصرخ وبيقول له اهرب يا داوود اهرب، لسه عندك وقت صلي، لسه عندك وقت ارجع لربنا وتوب. وهنا صحي تاني من النوم، بس صحي وهو حد تاني خالص. طبعا هو مش سهل انه يرجع بعد كل اللي عمله ده، والشياطين والجن مش هيسيبوه ولازما هينتقموا منه وهيأذوه. يا ترى داوود هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، واللي هتكون جزء تاني للحلقة بتاعت النهاردة واللي هتكون فيها تفاصيل اكتر. وبس كده، كان معاكم طه، اشوفكم على خير.